في الفيديو ده ان شاء الله هرشح لك 5 موبايلات هم افضل موبايلات ممكن تشتريها في الفئات السعريه اللي تحت ال 10000 جنيه تحديدا عندنا هنا في السوق المصري. والخمس موبايلات دول زي ما قلت لك بيدوك تجربه ممتازه جدا ومواصفات قويه جدا، وسعرهم طبعا بيتفاوت من موبايل للتاني. ولو انت حابب تشتري موبايل في الفئه السعريه دي ان شاء الله الفيديو ده هيكون مفيد جدا بالنسبه لك. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الموبايلات اللي بتيجي في الفئات السعريه الاقل شويه اللي في فئه ال 5000 جنيه واقل. لو انت حابب تاخد فكره عن الموبايلات ديت ممكن ترجع لها من الاي اللي هتظهر لك هنا او هنا. المهم بقى عشان ما اطولش وقت الفيديو عليكم يلا بينا ندخل في الموضوع على طول، لان احنا معانا 5 موبايلات هنتكلم عنها. لكن ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. واول موبايل هنبدا فيه بالكلام عنه النهارده هو موبايل مميز جدا من ريلمي، جاي في الفئه السعريه اللي هو بيبدا تحديدا عندنا هنا في السوق المصري من سعر 7000 لحد 7800 جنيه تقريبا، وهو الريلمي سي 55. الموبايل ده جاي بمواصفات تعتبر قويه جدا بالمقارنه طبعا في الفئه السعريه اللي نازل فيها بعد غلاء الاسعار في الفتره الاخيره. هو جاي هنا بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 88، بالاضافه انه بيتوفر بنسختين ب 6 و8 جيجا رام مع ذاكره داخليه بتوصل لحد 256 جيجا. من الحاجات الممتازه اللي بيقدمها الموبايل هنا طبعا انه جاي بسيستم كاميرات قوي جدا، تيجي فيه الكاميرا الرئيسيه بدقه 64 ميجا بكسل، وانا في تجربتي للموبايل ده نتائج الصور اللي خدتها منه تعتبر رائعه جدا بصراحه. كمان من الحاجات الجميله هنا ان الموبايل جاي بشاشه عملاقه هتنفعك بشكل كبير جدا لو انت من الناس اللي بتحب تتفرج على المحتوى. وكمان هنا هي جايه بمعدل تحديث بيوصل لحد 90 هرتز. الشاشه كمان جايه بدقه فول اتش دي بلس. الموبايل كمان نازل مع اندرويد 13 مع واجهه ريلمي يو ار الاصدار الرابع. الموبايل ده انا عملت عنه مراجعه كامله تقدر تشوفها من الاي اللي هتظهر لك هنا او هنا، وفي تجربتي ليه بصراحه الموبايل كان تجربته ممتازه جدا، تاخد معاه تجربه رايقه جدا بالنسبه لاستخدامه بشكل عام. موبايل زي ما قلت لك سعره هنا بيبدا في السوق المصري من اول 7000 جنيه وصولا لحد 7800 جنيه لاعلى نسخه اللي بتيجي ب 8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 256 جيجا. الموبايل الثاني اللي هنتكلم عنه النهارده هو موبايل جاي من شاومي اللي هو الريدمي نوت 12. الموبايل ده سعره في بدايه 2024 كده غالبا هيبدا معاك من سعر 7500 جنيه وصولا لحد 8400 جنيه تقريبا على حسب النسخه اللي هتشتريها. موبايل طبعا جاي بمواصفات قويه هنا، اهمها طبعا الشاشه العملاقه اللي جايه بحجم 6.7 بوصه تقريبا، وجايه كمان من نوعيه سوبر اموليد وبتدعم ريفريش ريت لحد 120 هرتز. كمان هنا الموبايل جاي بمعالج من كوالكوم اللي هو السناب دراجون 685 6 نانومتر، بالاضافه زي ما قلت لك ان الموبايل بيجي باكتر من نسخه ب 6 و8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 و256 جيجا. طبعا الموبايل نازل باندرويد 13 مع واجهه شاومي الاخيره اللي هو الاصدار ال 14. ومن الحاجات المميزه جدا اللي بيقدمها الموبايل هنا ودي عن تجربه شخصيه مع موبايلات شاومي هو سيستم الكاميرات اللي بيقدمه، اللي جايه فيه الكاميرا الرئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل، بالاضافه كمان ان معاك كاميرتين 8 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل للعزل مع الكاميرا الاماميه اللي جايه بدقه 13 ميجا بكسل. الموبايل كمان هنا جاي طبعا ببطاريه عملاقه قوتها 5000 ملي امبير وبتدعم شاحن سريع، ودي حاجه طبعا من اللي بتتميز بقى اجهزه شاومي في كل فئاتها السعريه. سعر الموبايل واحنا في بدايه سنه 2024 كده غالبا هيبدا معاك من سعر 7500 جنيه لحد 8500 جنيه على حسب النسخه اللي هتشتريها، ويعتبر من وجهه نظري من الموبايلات الجيده اللي انا هرشحها لكم برضو. ثالث موبايل هنتكلم عنه النهارده هو موبايل من الموبايلات المميزه جدا اللي بتديك قيمه مقابل سعر، وحصل وعملت عنه مراجعه كامله تقدر تشوفها من الاي اللي هتظهر لك هنا او هنا، وهو السامسونج جالاكسي اي 24. سعر الموبايل في بدايه سنه 2024 غالبا هتلاقيه 7900 جنيه وصولا لحد 8000 ونص تقريبا على حسب الاصدار اللي انت هتشتريه. موبايل طبعا جاي بمواصفات قويه جدا جدا هنا، اهمها طبعا شاشات سامسونج اللي بتيجي شاشه اموليد هنا بحجم طبعا 6.5 بوصه بدقه فول اتش دي بلس، وكمان بتدعم ريفريش ريت لحد 90 هرتز. موبايل طبعا بيتوفر باكتر من نسخه ب 4 و6 و8 جيجا رام. كمان الموبايل هنا نازل بمعالج قوي جدا من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 99 بتكنولوجيا 6 نانومتر، بالاضافه وان دي من اهم عناصر قوه الموبايل هنا انه جاي بسيستم كاميرات قوي جدا بتيجي فيه الكاميرا الرئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل. وفي تجربتي للكاميرات بتاعت الموبايل دي بصراحه النتائج اللي هتطلع منها تعتبر ممتازه جدا كعاده كل موبايلات سامسونج في فئاتها السعريه. النتائج بتاعت الصور بصراحه النتائج بتاعتها ممتازه، الكاميرا الاماميه العزل فيها شغال كويس، وكمان هنا الحفاظ على الديناميك رينج والحاجات اللي بالشكل ده كده في الكاميرا الرئيسيه تعتبر ممتازه جدا. الموبايل طبعا نازل باندرويد 13 مع واجهه سامسونج الاخيره 5.1، بالاضافه كمان انه جاي ببطاريه قوتها 5000 ملي امبير، ولكن طبعا لا تدعم شاحن سريع بالمقارنه بكل الموبايلات اللي هتيجي في نفس فئه السعريه، فغالبا الاي 24 هيكون هو الموبايل الاقل في سرعه الشحن. الموبايل زي ما قلت لك بيبدا سعره دلوقتي من اول 7900 جنيه تقريبا لحد 8500 جنيه على حسب النسخه اللي هتشتريها، ويعتبر برضو من الموبايلات الممتازه جدا اللي كان لازم ارشحها لكم في الفيديو ده. الموبايل الرابع بقى اللي معانا النهارده هو واحد من اهم واقوى الموبايلات
موبايلات في الفئه السعريه اللي بتيجي تحت 10000 جنيه عندنا في السوق المصري، وهو من الموبايلات اللي انا بحبها تحديدا بصراحه، وبحب الشركه بتاعتها كمان، وهو الريلمي 11. الموبايل ده يا جماعه من الموبايلات القويه جدا كقيمه مقابل السعر، وبيقدم باكج ومواصفات يعتبر ممتاز جدا. من اهم المواصفات اللي بيقدمها هنا انه جاي بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 99 6 نانومتر، بالاضافه طبعا انه جاي ب 8 جيجا رام مع ذاكره داخليه بتوصل لحد 256 جيجا. كمان من الحاجات الممتازه جدا جدا في الموبايل ده انه جاي بشاشه اموليد وتدعم ريفريش ريت لحد 90 هرتز، وكمان جايه هنا بدقه فول اتش دي بلس. الموبايل كمان نازل باندرويد 13 مع واجهه ريلمي الاصدار الرابع. ومن اكتر الحاجات القويه اللي هتعجبك هنا لو حصل واشتريت الموبايل ده، وتعتبر من اهم عناصر قوه الموبايل، هو سيستم الكاميرات اللي بيقدمه الموبايل، اللي جاي بكاميرا رئيسيه بدقه 108 ميجا بكسل، اضافه كمان ان الكاميرا الاماميه بتاعته جايه بدقه 17 ميجا بكسل. الموبايل طبعا سعره بيبدا من اول 8500 جنيه اللي بيوصل لحد 9000 وشويه على حسب الاصدار اللي هتشتريه، ويعتبر من الموبايلات القويه جدا اللي بتقدم لك قيمه مقابل السعر. وانا عن تجربتي الشخصيه مع موبايلات ريلمي في الفئه ديت بصراحه تعتبر ممتازه جدا، ومن اقل الموبايلات مشاكل واهمهم من ناحيه العمليه كمان. الموبايل الخامس والاخير معانا النهارده، وما كانش ينفع اعمل ترشيحات لموبايلات تحت 10000 جنيه عندنا هنا في السوق المصري وما احطش اي موبايل من اوبو، عشان كده حطيت الموبايل الاخير اللي هو الاوبو A78 اصدار ال 4G. موبايل برضه سعره بيجي في الفئه السعريه اللي هي من 8000 وشويه وصولا لحد 9000 جنيه تقريبا على حسب النسخه اللي هتشتريها، وجاي هنا بمواصفات تعتبر جيده الى حد كبير جدا برضه. مثلا هنا هو جاي بمعالج من كوالكوم اللي هو سناب دراجون 680 6 نانومتر، بالاضافه انه كمان بيتوفر باكتر من نسخه ب 6 و8 جيجا رام مع ذاكره داخليه بتوصل لحد 256 جيجا. من الحاجات القويه اللي بيقدمها الموبايل هنا طبعا انه جاي بشاشه من نوعيه سوبر اموليد، وبتدعم ريفريش ريت لحد 90 هرتز، وكمان الشاشه ديت جايه بدقه فول اتش دي بلس، ولكن حجمها صغير شويه، حجم 6.4 بوصه. كاميرا الموبايل الرئيسيه هنا جايه بدقه 50 ميجا بكسل، بالاضافه كمان ان الكاميرا الاماميه جايه بدقه 8 ميجا بكسل. ونتائج الصور بتاعه اوبو في الفئات ديت اقدر اقول لك انها هتكون ممتازه جدا، ونتائج الصور اللي هتاخدها منها تعتبر جيده الى حد كبير. الموبايل زي ما قلت لك كمان نازل باندرويد 13 مع واجهه كلر او اس الاصدار ال 13، وبيبدا سعره زي ما قلت لك عندنا هنا في السوق المصري من اول 8300 جنيه تقريبا، وبيوصل لحد 9000 جنيه على حسب النسخه اللي هتشتريها. طيب لو انت وصلت معايا للمرحله ديت من الفيديو، فانت اكيد هتسالني ايه افضل موبايل من الخمسه اللي انا رشحتهم لك دول ان انت تشتريهم لو انت مثلا معاك سعر تشتري الموبايلات دي كلها. انا هتكلم عن افضل 3 موبايلات من وجهه نظري. لو انا معايا فلوس اشتري الريلمي 11 هيكون هو الاختيار الاول، وبعد كده هيجي السامسونج جالاكسي A24، وبعد كده هيجي الريلمي سي 55. دول افضل 3 موبايلات انا اشتريهم لنفسي انا لو كان معايا الفلوس بتاعتهم بالترتيب كده. وبس كده، اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.